كفتة حلوة قوي. فعلا هي عندها حق، الكفته طعمها حلو جدا. الناس اللي هي بتحب تشتري كفته مشويه على الفحم من بره، من النهارده تعملوها في البيت انضف وطعمها احلى كتير، ومفيش اسهل من كده. اول حاجه هنجيب بصله هتكون حجمها متوسط وفصين من الثوم. اول حاجه هنطحنها كويس جدا في الكبه. بعد كده هنبدا نضيف نص كيلو من اللحمه. كل كيلو لحمه يا جماعه عليها 150 جرام من الدهون. الدهون بتفرق جدا في طعم الكفته، وكمان قوامها بيطلع مظبوط. هنبدا بقى ان احنا نفرمها تاني مع البصل عشان احنا عايزينها ناعمه. والبهارات اللي احنا ضفناها معلقتين من البقسماط، وكمان ملح فلفل اسود وشويه من البابريكا. هي دي كل البهارات اللي احنا عايزينها. هننعمها جدا زي ما انتوا كده شايفين. اهم حاجه بقى هنا التسويه، زي ما قلت لكم في فيديوهات كتير. نجيب شبكه وتحتها صينيه، ونبدا بقى نشكل الكفته على اي حاجه عندنا، على سيخ او على معلقه خشب زي ما انا عامله كده بالظبط. وجماعه نحاول نخلي صباع الكفته يكون طويل عشان تكون شبه الكفته اللي احنا بنجيبها جاهزه من بره. هندخلها بقى على الفرن ساخن على درجه حراره 200 لمده